السلام عليكم، معكم أحمد. القصة ديال اليوم هي قصة اللي غريبة حيت غادي يكون فيها الجن جزء من هذه القصة هذه، وهذه القصة هذه طرات بالضبط في المدينة العتيقة اللي هي فاس، وهذه القصة غادي تكون عامرة بالتشويق والغموض، وإلا كان قلبك على قدو كنصحك ما تصنش ليها، ولكن إلا كان القلب ديالك ميت وعندك مع القصص المشوقة والغامضة واللي فيها الرعب كنصحك تتبع هذه القصة حتى الآخر، وهاد النوع ديال القصص كيكون خطير بزاف لواحد الدرجة اللي حتى المحققين ما كيصيبوش ليه الحل. حيتاش الجريمة اللي كتتم من طرف العالم الآخر أولا بالتعاون مع العالم السفلي اللي هو العالم ديال الجن، هنا المخزن ما يدير كيضطر أنه يسد القضية بحكم ما كايناش المجرم. إلا كنتو واجدين لهاد الرحلة هادي يلاه نمشيو كاملين بينا على بركة الله. نبداو القصة ديالنا اليوم كتبدا في المدينة العتيقة فاس سنة 2010. قصتنا غادي تكون دايرة على واحد السيد اللي سميتو عبد الله اللي كان في عمره تقريبا ما بين 40 حتى ل 41 سنة، وهذا السيد هذا كان متزوج وعنده جوج بنيات وعايش مرتاح في امان الله عز وجل. غير هو هاد السيد هذا كان واحد السيد الله يعمر هذا معزول على البشر وغير ساكوتي وما عندوش مع الهضره بزاف، كان واحد الانسان انطوائي وداخل سوق جواه وكان معروف بالمعقول اللي فيه، واللي تسولوا عليه كيعاود لك عليه غير بالخير والحاجه المزيانه. كلشي عنده هاد السيد هذا عزيز بحكم انه انسان محترم والله يعمر هذا. وهذا السيد هذا كانت المهنه ديالو استاذ جامعي وبالضبط كيقري الشريعه الاسلاميه، وحتى الزوجه ديالو كانت واحد الانسان الله يعمرها دار انسانه خلوقه مؤدبه وبنت الاصل، ومتعاونة معاه على الزمان وصابرة معاه وكيربيو الوليدات ديالهم أحسن تربية لحد الساعة. أمور بخير وعلى خير. هما الإخوان الأخوات الأيام كتمر ويمشي نهار ويجي نهار حتى غادي يجي داك النهار اللي غادي يكون هو النهار المشؤوم. كيف العادة سي عبد الله ناض صلى الفجر، قربت الساعة ديالو أنه يمشي للخدمة ديالو، لبس عليه حويجاتو باش يمشي للخدمة ديالو، وكتنوض المرا ديالو مسكينة باش تقاد ليه الفطور ديالو. المهم ناضت وجدت ليه الفطور حطاتو ليه في الطابلة، بداو كيفطروا بجوجهم ناشطين بخير وعلى خير. وفيقات البنيات باش يمشي يدوزهم بوهم في الدور المدرسة كيف العادة. كانوا عنده جوج بنيات، البنية الكبيرة كتقرا في الليسي والصغيرة كتقرا في الابتدائي، كان كيديهم في يدو من تما كيمشي للخدمة ديالو كيف العادة. من بعد ما وصل الوليدات المدرسة توجه للعمل ديالو باش يمشي يخدم. المهم ملي وصلت الوقيته ديال 6 د العشية البنية ما جاش من موراها الأب ديالها كيف ديما. هنا الحارس العام انتبه لهاد الأمر هذا وصلنا على الأم ديالها. السلام لاله، لاباس عليك بخير؟ الحمد لله يا سيدي الله يجازيك بخير. ياك ما كاينش شي مشكل يا سيدي؟ لا راه الدريه بنتك ما جا موراها حتى شي واحد، ياك ما وقع لكم شي حاجه؟ الام انا استغربت وجاوباتو باللي راه الاب ديالها خصو يدوز من موراها كيف ديما، علاش مازال ما جاش؟ قال لي الله لا انا ما عارف شي حاجه، الحاجه اللي انا عارف هو ان هاد البنيه دي ما جا موراها حتى شي واحد وما نقدرش نرخيها بوحدها، راه الدنيا خايبه. قالت لي واخا سيدي الله يجازيك بخير، هاني جايه دابا، خليك معايا غير واحد الدقيقة إذا استطعتِ. مرحبا لاله، أنا غادي نبقى معاه. داكشي اللي كان الأم مسكينة لبست عليها الحوايجات ديالها وقصدات المدرسة، وهي غادا في الطريق مسكينة ترونات عقلها. عبد الله عمرو دارها وعمرو وقع عليه هادشي هذا، كتصوني عليه ما كيجاوبش، يقدر يكون زعما داير السيلونس ولا يكون معطل غير في الطريق. على الأقل بدا غير يعلمني بهذا الأمر هذا باش أنا نمشي نجيب البنية من المدرسة. المهم مشات جابت البنية وجات، مرة كتصوني عليه ولكن ما كيجاوبش والو، وهنا مسكينة البال ديالها غادي يبقى مشطون عليه. ومع ذلك حاولت تخلق واحد الأعذار ولا مبررات، ربما طفى ليه التليفون، ربما عيان، ربما خسرت ليه الطوموبيل، ربما مريح مع صحابو، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. وملي غادي يجي غادي يشرح ليا علاش دار هادشي هذا وعلاش تعطلت التعطيله كامله وكاع ما داز من مورا البنت. مسكينه ديك الساعات ملي وصلت للدار دخلت باش ترتاح، ما فقطش حتى لديك الجوج ديال الليل، وهنا بان ليها راجلها مازال ما جاشي كاع للدار. وعبد الله ماشي من العاده ديالو انه يتعطل في الزنقه، يعني ماشي من النوع اللي كيبات برا البيت. وانا السيدة عقلها غادي ترون وتقلقات عليه بزاف. ديك الساعة هزت التليفون ديالها وبدات كتصوني على أي واحد عنده معاه المعرفة ولا الكونتاكت، الأساتذة، المدير، صحابو، العائلة، خواتاتو، عماتو، أي واحد كيعرفو. والو أويلي السيد فين مشى؟ الأرض بلعاتو، السيد الأثر ديالو مكيناش. واللي زاد شطنا كتر هو ملي قالوا لها بلي عبد الله ما بانش في الخدمة النهار كامل. المهم ما ديريش بالك معاه دابا يجي، غير خلي التليفون ديالك شال ربما يتصل بك. المهم قالت واخا يصبح ويفتح. داز الصباح جات الوقيته ديال الظهر، جات الوقيته ديال العصر، ما بان والو، لا طير يطير، لا صوت لا صورة لا والو. انا قالت القضية فيها ان، ولبست الجلابة ديالها وقصدت المخزن. ديكلارات بالحالة ديال الاختفاء ديال الزوج ديالها عبد الله. المهم المخزن راكم عارفين بدا كيسولها واحد الاسئله اللي روتينيه بالنسبه للمخزن، السميه ديالو، الكنيه ديالو، فين خدام، ومعايش خرج، وشحال ديال الوقيته وهو غابر. بدا كيسول هاد الاسئله هادو، وعلى هاد الاساس هذا غادي يتحرك المخزن. من بعد ما خداو الاقوال ديالها قالوا ليها بلي راهم غاديين يديروا الجهد ديالهم وما غادي يكون غير خير ان شاء الله، وقالوا لها تمشي للدار ديالها ترتاح، ولا كانت شي حاجه راه غادي يتواصلوا معاها. صافي ديك الساعات المخزن ناض كيدير الخدمه ديالو وبدا كيقلب على السيد،
ودازت 3 أيام وهما كيقلبوا عليه، وهنا غادي يطرا داكشي اللي كاع ما كان غادي يكون على البال. كيف ما عارفين أن السيد توضر في المدينة ديال فاس، ولكن السيد اللي لقى الجثة ديالو صابها في المدينة ديال أكادير. كيفاش حتى لقاو الجثة ديالو في أكادير؟ هادشي اللي غادي نعرفوه دابا. والسيد اللي شاف الجثة ديال خونا كيعاود باللي كان في الصباح وكان غادي للخدمة ديالو بحال ديما، حتى شوية كتبان ليه شي حاجة مليوحة في الطريق، كتبان فحال بنادم. بدا كيقرب ليها، تما غادي يوصل لعندها، غادي يتفاجأ بأنها جثة ديال بنادم فعلا، وكان في واحد الحالة اللي مروعة. برد ليه الماء في الركابي، غير شاف المنظر بقوة الخلعة مسكين طار، تضرب واحد المسافة وهو يوقف، وبقى حاضي ديك الجثة من بعيد. جبد التليفون ديالو وتواصل مع المخزن وبلغهم بالواقعة اللي وقع. هنا المخزن ملي جا لعين المكان وشافوا هذاك الشيء هذاك وجاو من ديك المنظر كيخلع، واحد المنظر كان اللي مروع، حيت عمرهم شافوا شي منظر بحال هذا. حتى من العينين ديال السيد كانوا محلولين بواحد الطريقة اللي كيدلوا على ان خونا شاف شي حاجة اللي خطيرة وصعيبة قبل ما يموت، واللحم ديالو كان كامل مزرق بحال كان كياكل العصا. المهم من الاخر السيد كان في واحد الحالة اللي صعيبة وخايبة بزاف. صافي هنا البوليس طوقوا المكان وداروا الخدمة ديالهم. المشكل اللي صابوه في البداية هو ان السيد كان عريان، يعني ما كاينش شي حاجة اللي لابسها اللي كانوا زعما يقدروا يقلبوها، يعني يصيبوا شي لاكارت شي حاجة اللي كتدل على السيد شكون هو. وخونا كان مليح قريبا واحد لوطيل اللي قديم شوية. المخزن قرر يمشي لديك لوطيل ويسول مواليه ولا الناس اللي خدامين فيه. المهم المخزن مشى لديك لوطيل ودخل عند دوك الناس اللي مكلفين تما وراهم التصويره ديالو وهو في ديك الحاله هذيك، وهذوك الناس اللي خدامين تما بصعوبه كبيره باش يقدروا يتعرفوا على خونا. وقالوا للمخزن باللي هذا السيد هذا راه مريزيرفي عندنا واحد 3 ايام دابا واحد البيت الفوقي. عندنا البوليس غادي يطلبوا من السيد اللي مكلف تما باش يطلع يفتح ليهم الباب ديال الشوم باش يدخلوا لعلهم يصيبوا شي حاجه اللي تكون طرف ديال الخيط باش يقدروا يحلوا هذه القضيه هذه ويعرفوا شنو السبب اللي خلى خونا يموت بديك الطريقه هذه. وراكم عارفين ديما موالين الشي كيكون عندهم الساروت زايد، وخونا ما عليه غير انه يطلع معاهم باش يحل لهم الباب. ولكن الصدمه اللي غادي تصدموا عرفتي شنو هي؟ هما ان هذيك الباب هذاك كان دايزه ليه السقطه من الداخل. انا كلشي تصدم، يعني خونا بما ان السقطه دايزه من الداخل كان خصو يكون حتى هو لداخل، يعني لا ما خصو يموت لداخل. كيفاش السقطه ديال الباب دايزه من الداخل وخونا ميت برا؟ ديك الساعات المخزن ما بقى فاهم والو وترونوا في العقل ديالو شنو زعما يكون شي واحد صفاها ليه ودخل الشمر ديالو يتخبع؟ ما يمكنش. وهنا بالضبط عاد غادي تكون الروينه ديال بصح. خليكم معايا في الجزء الثاني ان شاء الله. كان هذا هو الجزء الاول. لايك وشير وفرقوا هذا الكومنتير. اوجه الخير.